ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين ومتابعين قناة الحدوتة في كل مكان، والمرة دي جايب لكم فيلم يستحسن تجهز نفسك كويس قوي قبل ما نبدأ فيه. قوم بقى دلوقتي بسرعة، هات فشارك ومشروبك المفضل وتعالى تاني تأكد انك اشتركت في القناة وفعل زرار الجرس، وكمان اخبط اللايك المتين قبل ما تطلع وتبدأ معانا رحلتنا في حدوتة النهاردة. بتبدأ أحداث فيلم النهاردة في منغوليا اللي كانت فيها شركة نفط أمريكية بتنقب عن الذهب الأسود، وفجأة لما كان اتنين من العمال شغالين على المضخات اللي بره الشركة ولعت المضخة بالكامل، ووصل مدير الشركة اللي اسمه باتريك المكان وكان متعصب جدا، بس مش بسبب المضخة اللي باظت، بسبب ان في بينه وبين واحد من العمال المحليين واللي اسمه تالي سر خطير، وهو انهم معاهم حاجة موجودة في قبو الشركة عاوزين يخرجوها بره البلد من غير حتى ما الحكومة المحلية تعرف. وبياخد باتريك العامل تالي معاه وبيسيبوا العامل التاني بره لوحده عشان يصلح المضخة اللي بايظة دي، لكن بتحصل حاجة مرعبة جدا. العامل سمع صوت غريب جاي من وراه، فلما لف عشان يعرف ايه الصوت ده فجأة خرجت دودة عملاقة من تحت الأرض وهجمت عليه وبلعته بالكامل، ورجعت لتحت الأرض تاني وسابت وراها حفرة ضخمة. تاني يوم الصبح في مكان تاني من منغوليا كان صائد الكنوز اللي اسمه دانيال بيتم مطاردته من قبل مجموعة من العصابات البلطجية اللي تبع أكبر زعيم عصابة في المدينة دي، وفضل دانيال يهرب منهم لغاية لما وصل لمأمور الشرطة بتاع المدينة اللي كان عامل كمين على الطريق. فبعد ما وقفت العصابات شويه تهدده مشيت على طول من قدامه، وساعتها بدأ المأمور يتكلم معاه ويطلب منه انه يخف اللعب شويه مع العصابات دي، مش كده، لكن دانيال قال له ان زعيم العصابه عايز يشاركه في الكنوز اللي ممكن يلاقيها من رحلاته في البلد، وعشان كده كل شويه يبعت يهدده كده عشان يعرفوا ان هو الوحيد اللي يقدر يوفر له الامان اللازم لعملياته، بشرط انه يتقاسم معاه الجوائز دي. وبيسيبوا الضابط بعد كده ويمشي عشان فجأة تظهر على الطريق اتنين من الاطباء تبع منظمه الصحه العالميه اللي كانوا رايحين قرية كل أهلها مرضى بمرض نادر وغريب، وكان سكان القرية دي بيقولوا إن المرض ده ما ظهرش تاني إلا عشان الديدان العملاقة رجعت تظهر تاني، والطبيبة المسؤولة عنهم ما كانتش مصدقة الخرافات دي وبتقول إن الأساطير دي ملهاش وجود، وده لأنها ما تعرفش إنهم ظهروا فعلا. الأطباء العربية بتاعتهم عطلت فجأة، فطلبوا من الضابط إنه يوصلهم للقرية، فقال لهم إنه مش ممانع لكنه وراه مشوار مهم جدا ولازم يروحوه. فبيظهر فجأة دانيال على الطريق، فطلب منه الضابط انه يوصلهم مكانه، لكن دانيال استغل الفرصة وطلب ثمن التوصيل طبعا، وكان واضح للأطباء وقتها انه ندل جدا وما بيهتمش غير بالفلوس وبس. وبنرجع مرة تانية للشركة اللي بدأ هناك التحقيق في اختفاءات العمال المتكررة والآثار الغريبة اللي بتظهر في كل مكان بيختفي فيه العمال على الأرض. وساعتها افتكر العامل اللي اسمه تالي الأسطورة اللي كان بيسمعها وهو صغير عن الديدان العملاقة، لكنه ما اتكلمش فيها مع حد. في نفس الوقت وصل للموقع صاحب شركة التنقيب اللي بدأت الخسائر تظهر في الشركة بتاعته، وكان لازم يوصل بنفسه للمكان عشان يعرف ايه اللي بيحصل ده. وساعتها كان باتريك متغاظ جدا من زيارته لأن أعماله السرية اللي بينه وبين تالي هتتعطل أكتر، وطلع المدير يقابل صاحب الشركة واخده في جولة تفقدية كده في المقر، وقال صاحب الشركة إن المكاسب من الموقع ده كانت كبيرة لغاية لما وصل باتريك للمكان، وساعتها الخسائر بقت في تزايد، ده غير الاضطرابات بتاعت العمال اللي بقوا خايفين يشتغلوا بسبب الخرافات قديمة. وبره باتريك كل اللي بيحصل ده بان ده ماهوش بايده، مجرد حظ وحش وبس، وهو بيحاول يعمل اقصى ما عنده. وكمان حكى عن اسطوره الديدان العملاقه اللي استغرب صاحب الشركه لما سمعها. فجأة حصل نوع من الزلزال البسيطة كده لثواني معدودة، ولما انتهى قرر صاحب الشركة انه يروح ياخد قسط من الراحة كده وبعدين يرجع يشوف الموضوع بتاع شركته ده. ساعتها بيروح باتريك بسرعة للعامل تالي وطلب منه يظبط الامور مع المهربين بسرعة عشان يشتروا الحمولة السرية في اقرب وقت ويخلص من الهم ده. وبنروح لدانيال اللي كان في طريقه للقرية اللي عاوز الاطباء يوصلوا ليها، لكن فجأة بيقف لان العربية فيها عطل، فنزل عشان يصلحها وفعلا عمل كده. لكن لما طلب منه الاطباء انهم يكملوا في طريقهم قال لهم مستحيل نتحرك في الطريق ده بالليل لان العصابات والمهربين بينتشروا بالليل، وانسب حل انهم يباتوا مكانهم هناك لغايه الصبح. لكن الدكتوره اللي معاه بتتعصب جدا وبتقول له كلام بيوجع فعلا، لكن دانيال بيتغاضى عن اللي حصل ده، وبالليل بتحس الدكتوره انها زودتها مع الراجل اللي بيحاول يوصلهم، فبتروح تعتذر له وهو بيقبل اعتذارها وبيجاملوا بعض، وبيعرفها دانيال ان الجهاز اللي معاه ده هو هيساعده وهيوصل لأهم وأقوى كنز في حياته. وقبل ما بتفهم منه أكتر عن إيه الكنز ده بتوصل للمكان العصابات والمهربين وبيقبضوا عليهم كلهم وبياخدوهم لزعيم العصابة اللي حبس الأطباء، وفضل يضرب في دانيال لأنه فاكره إنه عاوز ياخد الكنز لنفسه، وبعد علقة محترمة رجعوه يتربط جنب الأطباء. في الوقت ده اعترف لهم دانيال إنه بيدور على قبر جنكيز خان والكنز اللي فيه، وكان في أسطورة بتقول إن قبر جنكيز خان بتحرسه ديدان عملاقة بتبلع أي حد يحاول يقرب منه. وكمل كلامه وقال ان ديدان دي رجعت تظهر تاني، وده معناه ان قبر جنكيز خان حقيقي،
وبيطلع دانيال من جيبه سكينه صغيره بيقطع بيها الحبل اللي على ايده وكمان ايد الدكاتره، وبيطلب منهم يروحوا للعربيه وياخدوها ويهربوا، ويشرح لهم ازاي يوصلوا للقريه، وهو هيأمن هروبهم لأن هو السبب في وصولهم لهنا. وفعلا بدأت عملية الهروب، وبدأ دانيال يضرب نار على العصابة وهم بيبادلوا الرصاص لدرجة يتحول المعسكر بتاعهم لساحة حرب. بعد كده راحت الدكتورة وزميلها وسرقوا عربية من بتاعة العصابة وهربوا، وفجأة ظهرت الديدان المتوحشة وهجمت على العصابة كلها وقتلتهم كلهم. وهرب دانيال من المكان بسرعة وراح على العربية بتاعته ولقاها زي ما هي، لأن الدكتورة وزميلها ما عرفوش يشغلوها، فأخدوا الأدوية منها وراحوا على القرية بسرعة. وفجأة بدأت الديدان العملاقة دي تهجم على العربية بتاعة دانيال، فعرف يشغلها وساقها بسرعه من وسط الديدان وراح على القريه اللي وصل الدكاتره فيها، واستقبلتهم زميلتهم اللي هناك بفرحه كبيره لان المرض انتشر في القريه كلها، وقالت لهم ان كل كبار السن اللي في القريه بيقولوا ان المرض انتشر لان الديدان العملاقه دي ظهرت ولوثت الميه اللي بيشربوا منها، وهي مش عارفه ايه معنى الكلام ده. ففهمتها الدكتوره اللي وصلت حقيقه الاسطوره وان ده في خطر كبير عليهم كلهم. بعد شويه بيوصل دانيال وبيطلب من الكل انهم يفضلوا جوه الخيم والبيوت وما يخرجوش للغابه الا للضروره القصوى، ومرضاش يقول حاجه عن الديدان لان ده هينشر الذعر بين الناس، وده اللي مش عايزينه. طلبت الدكتوره تتواصل مع الاداره عشان يلحقوهم، لكن بلغهم السكان ان كل الكهرباء والاجهزه الالكترونيه بما فيها التليفونات اتعطلت ومفيش اي وسيله تواصل، وده حصل من غير اي سبب معروف. وعرضوا عليهم يروحوا مصنع النفط القريب منهم يمكن يلاقوا هناك مساعده ويقدروا يتواصلوا مع حد من الاداره. في الوقت ده كان صاحب الشركه بيتصل بشركائه في امريكا وبيفهمهم الوضع، لكن كانوا غضبانين. فجاه دخل عليه باتريك وقطع الاتصال وقبض عليه وهدده انه هيقتله لو عمل دوشه، وطلب من شريكه تالي انه يحاول يلاقي حد في اسرع وقت يشتري منهم الشحنه بتاعتهم وباي ثمن عشان يهربوا من هنا. وتالي قال له ان كل المهربين اختفوا بشكل غريب ومبقاش قادر يتواصل معاهم. ساعتها ربط باتريك صاحب الشركه في القابو واخد الشحنه السريه بتاعته في العربيات، وقرر يروح بنفسه يدور على المهربين اللي هيساعدوهم، وسابوا مع صاحب الشركه حارس واحد من ابناء القريه المصابه دي. ساعتها وصلت الدكتوره ودانيال للشركه بعد ما لقوا عربيه من عربياتهم محطوطه بره وتحتها قطعه من الدود المتوحشه ده، فاخدت عينه منها عشان تفحصها وتعرف هل ليها علاقه بالوباء ده ولا لا. وفجاه حصل زلزال تاني لثواني قليله اول لما وصلوا تاني، لكن كملوا طريقهم. ولما وصلوا للمصنع استقبلهم الحارس اللي هناك وكان هيضرب عليهم نار، لكنهم طمنوه وكشفت الدكتوره عن شخصيتها، وفجاه ظهرت دوده عملاقه قريبه منهم، فسمح لهم الحارس انهم يدخلوا بسرعه للمنشاه. ولما دخلوا اكتشف دانيال بالجهاز اللي معاه ان الدود ده جواه شحنه كهربيه عاليه، وده اللي بيخلي كل الاجهزه اللي في المصنع والتليفونات كمان تتعطل، وان الحل عشان يوقفوا هجوم الدود المتوحش ده انهم يوقفوا شغل المصنع. وطلبوا من العامل يوريهم ازاي يقدروا يوقفوا العمل بتاع اجهزه التنقيب اللي في المصنع، وفكروه باهله في القريه اللي لازم ينقذهم قبل ما يموتوا كلهم. وفعلا بيوافق الحارس وبياخد دانيال عشان يعرفوا ازاي يوقفوا الاعمال دي، وفعلا نجحوا انهم يوقفوا شغل المصنع بالكامل. وفي نفس الوقت كانت الدكتوره نجحت انها تبلغ المأمور بكل اللي بيحصل، اللي بياخد عربيته بيروح فورا على القريه. وكان ساعتها هناك 2 ممرضين بيحاولوا يملوا ميه من البير، فواحده وقعت جوه، ولما حاولوا يساعدوها لقوا الديدان المتوحشه خارجه من البير ورايحه على المستشفى، فعرف الممرضين ان زميلتهم ماتت وراحوا بسرعه على المستشفى عشان يحذروا الباقيين. في نفس الوقت وصل المأمور للقريه وكانت الديدان محاصره المستشفى، فخرج البندقيه بتاعته وبدا يهجم عليهم ويقتلهم واحد ورا الثاني، ودخل المستشفى وأمن اللي جواهم وأخدهم لمكان آمن. وبعد كده بدأ يتوجه للمصنع لما عرف من الدكاترة اللي هناك اللي حصل، فراح عشان ينقذ زميلتهم ودانيال. في الوقت ده كان دانيال والحارس موجودين في القاب وبدأوا يسمعوا أصوات مرعبة، فهرب بسرعة الحارس لبره المصنع، وهناك قابل تالي وباتريك اللي رجعوا من غير ما يعرفوا يصرفوا الحاجة اللي معاهم. ولما قال لهم الحارس إنهم لازم يهربوا من المكان ده فورا، قتلوا باتريك ودخل مع تالي ولقوا الدكتورة جوه، فأخدوها رهينة ونزلوا لدانيال القبو واللي اكتشف فيه إن ده قبر جنكيز خان اللي كان بيدور عليه لمدة 6 سنين، وإن ده سر باتريك اللي كان بيخفيه، وإن خطيئته كانت إنه ينقل الكنوز دي سرا لأمريكا. وساعتها وصل باتريك ومعاه تالي والدكتورة وهم واخدينها رهينة، وطلب من دانيال يسيب سلاحه، فعمل كده عشان يشتت انتباهه، وطلب منه يبص على المكان اللي كان فيه صاحب المصنع رهينة، ولما بص عليه ضربوا دانيال بالنار. وهنا كانت المفاجأة ان الدودة الملكة ظهرت فجأة وقتلت تالي، وهرب دانيال وباتريك في اتجاهين متفرقين عكس بعض. اخد دانيال صندوق من الصناديق وفتحها وعرف انها مليانة من كنوز جنكيز خان فعلا، لكنه اخد القرار الاصعب انهم لازم يفجروا المصنع باللي فيه من كنوز عشان يدفنوا الديدان دي تاني.
وفعلا قبل ما ينفذه ظهر باتريك تاني وكان مصاب اصابه شديده، لكنه لسه متمسك بكنوزه. لكن قبل ما يقتل دانيال والدكتوره ظهر المأمور اللي هدده عشان ينزل سلاحه، لكنه برضه رفض وما كانش يعرف ان الدودة العملاقة جاية من وراه وبلعته ورجعت تاني للقبو بتاعها. ساعتها عرف دانيال المأمور باللي عاوز يعمله وراحوا عشان يرفعوا الأحمال بتاعة المصنع كله لغاية لما ينفجر. لكن للأسف في الطريق مات المأمور على إيد الدودة العملاقة برضه، ووصلوا للمكان اللي فيه وحدة التحكم بتاعة المصنع كله ورفعوا الأحمال وبدأوا يهربوا من المصنع اللي فعلا انفجر انفجار كبير جدا. وقع الاتنين على الارض، لكن المفاجأة بقى ان الكنوز بدأت تقع عليهم من السماء اللي طارت في الجو بسبب الانفجار وخرجت لدانيال بنفسها. وكان الاتنين فرحانين جدا، لكن راحوا للقرية بسرعة عشان يساعدوا في اخلاء المرضى لمكان تاني ويقدروا يعالجوهم فيه بعد ما اتدفنت الديدان تحت الارض تاني. لكن دانيال قال له انه هيرجع للمصنع عشان يلم الكنوز اللي طلعت منه. في الاول وفي الاخر دي شغلته يعني صائد الكنوز، بس وعد الدكتورة انه هيتبرع بجزء من قيمة الكنز ده للمنظمة اللي شغالة فيها الدكتورة، وبيطلع الفلوس اللي اخدها منها اول ما شافها عشان يوصلهم وبيحطها في جيبها. بيقول لها ان الرحله دي كانت مجانيه وبيودع الاتنين بعض. خلصت حدوتتنا النهارده بسرعه فعلا، لكن سابت لنا اثر كبير في نفوسنا عن الحب والوفاء الحقيقي بين الاشخاص. ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات تحت وتقولوا لنا ايه اللي عجبكم في فيلم النهارده. كمان اوعوا تكون بقالك كل المده دي بتتفرج علينا ولسه ما اشتركتش في القناه ولا فعلت زرار الجرس، هزعل منك. فانزل كمان اتاكد انك عملت كل ده ودوس على زرار اللينك اللي تحت عشان تدعمنا نكمل في المحتوى بتاعنا، ونشوفكم قريب قوي في حدوته جديده وفيلم جديد. باي باي.